أنا ما كنتش باصدّق في المعجزات، لكن لمّا جدتي قالت لي جملة واحدة بس، حياتي كلّها اتغيّرت، اتفتحت كل الأبواب اللي كانت مقفولة من سنين، والمفاجأة اللي حصل بعد الجملة دي لا يمكن يكون صُدفة. استعدي، لإن بعد الفيديو ده مش هتبُصّي للحياة بنفس الطريقة. في يوم من الأيام كنت بامُر بظروف صعبة جدًا، فاقدة الشغف بالحياة، كل حاجة حواليّا بتنهار، كل حاجة حواليّا متعطّلة وواقفة بدون أي داعي، بدون أي مُبرر. العُمر بيجري بيّا ومش حاسة إن أنا باحقق أي حاجة في حياتي، وحتى لمّا باحاول بافشل. بالصدفة لقيت جدتي بتكلمني في التليفون، بتقول لي: "هانصحِك 3 نصايح، امشي بيهم وهتشوفي حرفيًا المعجزات على الأرض." أول نصيحة كانت على الصلاة الإبراهيمية، قالت لي: "يا بنتي لمّا تحسي بأي ضيق صلّي على النبي وكرريها كتير." في البداية كنت مش فاهمة إزاي الكلام ده ممكن يفرق، لكن قررت أجرّب. بدأت أصلّي على النبي بكل ما في قلبي، وفي ليلة من الليالي كنت قاعدة في أوضتي، وفجأة حسيت بطمأنينة كبيرة أوي، حسيت إن قلبي بدأ يهدى، كل الهموم اللي كنت شايلاها بدأت تروح واحدة واحدة. بعدها بشوية جات لي فرصة شغل أخيرًا كانت حلمي من سنين. من اللحظة دي عرفت إن الصلاة مش مجرد كلمات، دي كانت بترسل لي نور وأمل. النصيحة التانية كانت الاستغفار. النصيحة التانية اللي عمري ما بانساها من جدتي كانت في الاستغفار، قالت لي: "يا بنتي الاستغفار مش بس للذنوب، الاستغفار لفتح أبواب رزق وفرج من حيث لا تحتسبي." فاكرة كويس إن أنا في الوقت ده كنت بامُر بأزمة مالية كبيرة أوي، ما فيش أي مخرج منها. طبّقت نصيحتها وبدأت أستغفر 1000 مرة يوميًا. هتصدقيني أو لأ، بس خلال أسبوع واحد جات لي مساعدة من شخص ما كنتش أتخيل إنه ممكن يمد لي إيده ويساعدني. اتفتحت ليّا فرص رزق بشكل مش طبيعي. ساعتها حسيت إن الآية دي بتتجسد قدّامي، فقُلت: "استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا." النصيحة التالتة قيام الليل. جدتي كانت دايمًا تقول لي: "اللي عنده حاجة مستعصية يصلّي قيام الليل، ما حدش بيترد من ربنا في الوقت ده." كنت محتاجة تغيير جذري في حياتي النفسية وفي حياتي العملية، يفُك شوية التعطيل اللي أنا فيه. قُمت يوم بعد يوم في الثلث الأخير من الليل وبكيت قدّام ربنا، قُلت له كل حاجة في قلبي، وفي خلال أيام مش بس الضيق اللي جوايا راح وحياتي اتحسنت، ده ربنا بعت لي سكينة مش عارفة أوصفها. حياتي من بعد التعطيل الدائم بدأت كل الأبواب تفتح لي، أبواب جواز، أبواب شغل، أبواب حياة. حتى الناس اللي كنت باحس إن ما فيش قبول بيني وبينهم، ربنا زوّد قبولي بين الناس. قيام الليل مش بس دعاء، قيام الليل هو موعد حب وعطاء وسر بينك وبين ربنا. جدتي مرة قالت لي: "سورة البقرة بركة، خلّيها عادة يومية." حتى لو بتسمعيها تسجيل، فتحتِ فيديو على اليوتيوب. وبالفعل بدأت أسمعها كل يوم وأنا باطبخ أو وأنا نايمة.
المشاكل في البيت بدأت تهدى، النفوس اتعدلت، البركة زادت، والأهم من ده كله قلبي بقى دايما مرتاح. كل نصيحة من جدتي كانت زي المفتاح، وكل مفتاح كان بيفتح باب من أبواب السما. عايزة أقولك إن المعجزات مش بعيدة عنك، مش محتاجة صدق ونية وخطوة صغيرة بإخلاص. هو ده بس كل اللي محتاجينه. جرب، صدقني مجرد ما تبدأ هتشوف العجب. لو وصلت لهنا فاعرف إن الفيديو ده وصل ليك لحكمة ولسبب. شاركه مع حد بتحبه، يمكن يكون هو كمان مستني معجزة، معجزة سلام ورحمة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتكتبلي في التعليقات هتكمل أنهي النصيحة من ال4 نصايح لجدتي.